يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. النهاردة جاي أعمل لكم بسبوسة أحلى وأطعم من بسبوسة المحلات، في الشكل واللون والريحة والطعم المكرمل المرمل. جميلة جميلة، صدقوني أما تعملوها مش هتندموا. تعالوا بينا يلا نعملها. 3 كوبايات سميد من السايب، كوباية حليب درجة حرارة الغرفة، ونص كوباية سكر، معلقه ونص دقيق، وكوبايه سمنه كبيره، ومعلقه ونص كيك شيف، والسيرم كوبايتين سكر وكوبايتين ميه ومعلقه كبيره سمنه. تعالوا بينا نعمل السيرم. نحط كوبايتين الميه مع كوبايتين السكر على النار ومعلقه السمنه الكبيره الحلوه بتاعتنا، ونعلي النار ونقعد نقلب السكر في الميه لحد ما يدوبوا، ونسيبه علشان يعمل السيرم الجميل. وفي الاخر خالص نبقى نحط الفانيليا. تعالوا بينا نعمل السكر المكرمل بتاع البسبوسة. نحط نص كوباية السكر وربع كوباية المية وندوبهم قوي بالمعلقة، ونعلي النار علشان انا عايزة السكر يتكرمل بسرعة. ونخلي بالنا علشان انا عايزاه يبقى لونه بني، ما يبقاش لونه غامق قوي. نقعد نقلب في السيرم ونحط الفانيليا اللي احنا نسيناها، مش نسيناها، نحطها في الاخر احسن. نرجع تاني للسكر المكرمل بتاعنا. الله، بقى لونه بيج جميل. برضو نسيبه على النار لغاية ما بيبقى لونه بني، نفس لون البسبوسة بتاعت المحلات. ونحط دلوقتي كوباية السمنة كلها، وبرضو ندوبه علشان كل المكونات تتجانس مع بعضها. شفتوا لونها حلو ازاي؟ ده بالظبط اللون اللي انا عايزاه. ونجيب كوباية اللبن هنحطها مع السكر المكرمل، وبرضو ندوبه بالمعلقة. وما تخافوش لو هو عمل معاكي تكتلات مع تعلية النار، كل ده هيدوب، بس انتي بس بالمعلقة تدوبيها على طول وما تسيبهوش علشان ممكن وهو بيغلي يفور منك. تمام كده. كل شوية السكر البني ده بيدوب خالص وبيبقى جميل، بالظبط اللون ده اللي انا محتاجاه مع البسبوسة. واهم حاجة بعد ما يكون جاهز نسيبه علشان يبرد قبل ما نحطه في المكونات الجافة، وبالمرة نطفي على السيرم، كفاية عليه كده. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه مع المكونات بتاعت البسبوسة الباقية. هنجيب ال3 كوبايات السميد السايب. انا بحب السميد السايب، انا ما بحبش اللي هو بيبقى محطوط في الاكياس، ده بيبقى احلى. وبعدين نحط المعلقه ونص كيك شيف والمعلقه ونص دقيق، ونخلط المكونات كلها بالاسباتولا. تمام كده. ونحط السكر المكرمل اللي احنا عملناه بعد ما برد، نحطه بالراحه ونقلب بالاسباتولا بالراحه المكونات الجافه مع المكونات السايله، وبالراحه يا جماعه عشان تبقى هشه بدل ما تبقى مكتومه. انا مش عايزاها تتعجن، انا عايزاها يا دوب نبسها تتشرب بس، مش اكتر من كده. تمام كده. الله، لون وطعم بجد، لون وريحه حلوه خالص خالص، بسم الله ما شاء الله. هنجيب صينيه نحط حته زبده حلوه كده نسيحها على النار. في ناس بيحطوا عليها معلقه طحينه، انا ما كانش عندي معلقه الطحينه فاكتفيت بالزبده. وبعدين نسيحها كده ونوزعها على الاطراف كلها، وبالاسباتولا بالراحه كده هنحط البسبوسه، وبالاسباتولا هنوزعها بس بالراحه من غير ما نعجنها. انا عايزاها تبقى هشه، فيها الترميله بتاعتها الهشه الجميله، وبس اللي احنا بالحواف بس نخليها متساويه. وبعدين هنجيب المكسرات بتاعتنا هنحطها براحتك بقى، انت وذوقك تزوقي بيها البسبوسه. ممكن تزوقيها بالبندق واللوز، ممكن فول سوداني، ممكن بعد ما هي تخرج تزوقيها بشويه جوزة هند، ممكن تزوقيها بقشطه بمهلبيه بكريم شانتيه، انت وذوقك.
وبايديك الحلوين دول بالراحة كده تضغطي علشان خاطر تلزق في الصينية وما تطلعش المكسرات. ونحطها في الفرن. بعد ما حطيناها في الفرن وخرجت بسم الله ما شاء الله تحفة 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 وريحتها روعة وهي سخنة، نحط عليها السيرم وهو سخن. حتى لو السيرم برد نعلق عليه النار ونغليه، علشان لازم الاتنين يبقوا سخنين علشان البسبوسة تتشرب السيرم بسرعة. ونوزعها كل حتة علشان تبقى طعمة ومسكرة. تمام كده، كده جاهزة للتقديم. ممكن بقى تقطعيها انت وذوقك، حتت صغيرة حتت كبيرة براحتك. ولازم اللي احنا ندوقها علشان نشوف ترميلتها، ولازم اوريها لكم وهي حلوة كده. ناخد حتة محترمة كده ونحطها في الطبق وندوقها ونقول بسم الله. الله الله على الترميلة، طعمها تحفة تحفة تحفة، بصحتين وعافية على بدنكم.